بواقي الرقاق اللي نشف اللي متكسر مننا، اللي كنا عاملينه في الفيديو اللي قبل دوت. خدناه وحطيناه في صينيه ناشفه وحطينا حوالي معلقه ونص سمنه كده حلوه، ونقلبه فيه كويس ونسخن الفرن على الشبكه في النص وندخله يتحمر شويه. بصوا يا جماعه، بعد ما حمصت الرقاق، بصوا عايزه اقول لكم انا كنت محمصاه على نار هاديه، طلعته قلبته طفيت الفرن سبته يكمل تحميصه عشان ايه ما ياخدش معايا لون اكتر من كده. بصوا زي ما انتم شايفين اهو. ماشي. بصوا عايزه اوريكم بقى حاجه تاني كمان اهو. بصوا جوز الهند دي انا بشراها اهي. بصوا ديت واحده جوز الهند كنا جايبينها من فتح الله، كانت عامله حاجه و20. اخدنا منها حبه كده كلناهم وشربنا الميه اللي جواها. هي مش بطاله يعني، ومش سعرها مش برضك يعتبر مش غالي قوي. بصوا اهي دي كده انا بشرتها. الحتة البني بقى دي كده ايه، كنت خايفه عشان تنزل معايا في الايه في قلب البشر. استني يا قشطه عشان بصور. بصوا انا قعدت ايه يعني بقدر الامكان كده انقي الايه البني اللي نازل معايا دوت او لسه فيه. ماشي. هي قشطه كانت عايزه تشرب لبن جوز الهند، هقول لكم انا هعمله ازاي دلوقتي. بصوا يا حبايبي، انا جبت اللبن اهو اللي هعمل بيه لبن جوز الهند، وفي نفس الوقت برضك هيكون ايه اللبن بتاع ام علي معايا. ماشي. هجيب بقى معلقتين جوز الهند كده احطهم، مش هحط الكميه كلها اللي انا ايه عملتها، حبه احط حبه كده معلقتين تلاته كده. ماشي. انا هصفيه على فكره. ماشي. هسيبه بقى يغلي شويه كده على النار. اللبن كده بيغلي معايا، انا هاخد حبه صغيرين بس عشان اشرقت، بس عايزه تدوقه. احنا بصراحه اول مره نعملوه. ناخد لها حبه كده، هي طبعا الاولاد الفرافيل بتاع جوز الهند دي مش هتقدر تشرب، لا حبه صغيرين والباقي ايه مش لازم بقى اصفيه، اعمل بيه ايه ام علي على طول. مش حتى هاخد الطفل ده كمان برضك مش هرميه خساره. ماشي كده عشان مطولش عليكم الفيديو. دلوقتي يا جماعه انا طفيت على اللبن اهوت، حطيت حبه الطفل اللي انا صفيتهم عليه، هما الطفل بتاع جوز الهند. ومعايا هنا ايه حبه زبيب انا شطفاهم. المكسرات بقى اللي انتوا عايزينها، عايزين تحطوا فول سوداني، عايزين تحطوا اي مكسرات. ماشي. معلش بقى انا ايه بعمل كده وانا ايه منضفتش لسه حاجه، لسه قايمه من النوم معملتش حاجه بصراحه في البيت، لسه منضفتش البوتاجاز ولا حاجه. ماشي. هحط بقى ايه هنزل الكميه كلها اللي انا محمراها دي، انا هعمل صينيه صغيره. ماشي يا جماعه بالشكل ده. رشيت لها حبه سكر من فوق غير الحبه الاولانيين اللي انا قلبتهم. هدخلها بقى على الفرن، لسه هولعه اسخنه تاني، كنت طفيت عليه. يا ام علي ايه بعد ما طلعت من الفرن، بصوا مش نشفها قوي اهي، جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله عليها. وعايزه اقول لكم بقى انا حطيت جوز الهند اللي اتبقت، حتى القشر كمان اللي هو البني دوت كان فيه حبه برده جوز الهند كده حطيتهم في الفرن، والريحه بقى ما اقولكوش. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه.